ميسيو جورج بقى اكيد بالاماكن الكتير اللي هو فتحها هنا وفي هيلتون والاماكن كلها، اكيد كان له زبون يعني من المشاهير، اكيد كان لكم زبائن كتير، من وخاصة وسط المشاهير. البلد هنا كان في ناس كتيرة جدا مشاهير كان في، كانت تيجي يعني تاخد كان في المجلات مشاهير الجرايد الكتب. من الهيلتون كان اه في مشاهير، وبعدين ابتدوا يجوا هنا، يجوا لك هنا يجوا لي هنا. يعني موجود. وبعدين احنا الزبون لما يجي ما بصش هو مين، لو ده ب10 بقول له ب10، مش عشان هو ما يعرفش مين لا اقول له بغض ب100. النظر، هو اكيد كل واحد بيبقى له، يعني في واحد بيبقى مهتم ان هو جاي ياخد كتب معينه، جاي ياخد لوحه معينه. من المشاهير اللي كان يعني كان حبوب قوي وكنا بنحب انه يجي هو الاستاذ نور الشريف. طبعا راجل نور مثقف الشريف وجميل الله كان يرحمه. بيجي في الهيلتون، اه كان يشتري دايما ده لحق مجلات. مكتبه الهيلتون. كان بيشتري مجلات وكتب وحاجات كده. هو كان بيقعد في الحمام السباحة هناك، كان بيشتري. وبعدين كان مرة شاف البراويز اللي احنا بنعمله، فطلب نعمل له شوية براويز. هو كان بيحب الفن كتير قوي، جدا جدا طبعا. وعنده تشكيلة كبيرة. فكان يجي يوم جمعة الصبح هنا، يركن العربية بره، في يقعد الفاضه كده يقعد يشرب ياخد قهوته. قهوة ونقعد نتكلم، ويعني ثقافة جدا يعني. جدا. الفنانين هم بقى اللي بيجيبوا لكم دلوقتي تعرضوا لوحاتهم، يعني اللوحات اللي انا شايفها دي أيوة. لوحات جميله جدا. دي فنانين بيجوا واثقين انه وجود اللوحه بتاعتهم هنا ده البراويز احنا اللي بنعملهم. زبونهم هيبقى عارف قيمه الحاجه. تاخدوا اللوحه وتعملوا البرواز على حسب ذوقنا وعلى حسب ذوق الزبون، عشان في اوقات فنانين بيجيبوا حاجات ما يمشيش. انا عارف الزبون بتاعي بيشتغل بينقي ايه، فبنشتغل على اساس كده. وبعدين كان في فتره الشباب اللي كانوا بيروحوا الفنون جميله وكده كانوا يخلوهم ينقلوا حاجات. فانت ما بتحبش النقل بقى اكيد. كانوا يجيبوا، اشوف انه هم عندهم الكاباسيتي بس مش المطلوب، فاقول لهم اعمل حاجه انت حاببها، حاجه عن مصر، حاجه اي حاجه. فابتدت ويبقى فنان طالع من مكتبتك هنا. لا مش لا ما انت وجهته بقى خلاص. انا وجهته، يعني مش حكايه انه يطلع من عندي، انا بساعده ان ايه يبيع حاجته. انت خدت بالوالد كتير، خدت إيه؟ بمسيو جورج كتير شويه. لا كتير. انا بشكرك على الاستضافه الجميله دي، وان شاء الله دايما نبقى موجودين معاكم في المكتبه. بعدين بس مش انا، في عندي اخواتي كل واحد عنده الاختصاص بتاعه. عنده كل واحد انتوا مقسمين الشغل، مفيش حد بيدخل على شغل التاني. حضرتك ماسك ايه، البراويز؟ لا مش حكايه براويز، يعني كل واحد عنده الستايل بتاعه. يعني في زبون يجي يقول لي عاوز يتكلم معايا عشان مستريح معايا، في زبون تاني مستريح مع اخويا رافي، فانا اسيبه. انتوا رافي كريكور مايك الكبير مين؟ مايك الكبير اللي مايك. في دبي. كبير مايك. بعدين انا كريس. وبعدين في رافي وروبي، اخ واخت توأم. رافي وروبي توأم. اختي موجوده هنا واخويا موجود هنا، واخر العنود كريكور. اللي هو بيدلع علينا كلنا. طبعا اكيد، بس كريكور دي يعني ايه بالارمني؟ كريكور اسم ارمني. ايه بقى يعني؟ جريجوار كركور. لازم يتدلع. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. فرصه سعيده.